صباح النور على البنور. أعرف برضه تكاجات ولا إيه؟ حسن فايق أبو ضحكة جنان الذي كان يشعر بالمرارة. أضحك الجميع، لكنه لم يكن يشعر إلا بالمرارة. عاش متمردا ومضحكا ومناضلا، لكن النهاية كانت مأساوية. يمكن الكلمات البسيطة دي تكون تلخيص لمسيرة الفنان حسن فايق مع الفن، واللي امتدت على مدار سنين طويلة. لكن اللي يتأمل المسيرة دي هيكتشف ما بين سطورها حاجتين مهمين جدا. أولا، حب فايق للفن، وثانيا مرارته من ظلم الفن برضه. ما هو أصل الفن ده على قد ما هو جميل وممتع ومنعش ومدهش، لكن ده ما يمنعش إنه ليه وش تاني، جانب كده ما يعرفوش إلا اللي يقرب من الفن ويعيش عوالمه وتفاصيلها بحلوها وبمرها. حسن فايق عاش حياة الرحالة من غير ما يسافر. ما هو السفر مش لازم تركب له طيارة وتخرج بره البلد، ممكن جدا تسافر بين عوالم مختلفة وانت في نفس المكان. زي حسن فايق بالظبط، اللي كان عنده القدرة إنه يتنطط ويجري من فرقة لفرقة ومن مسرح لمسرح لحد ما حفظ كل مسارح مصر تقريبا وفرقها عن ظهر قلب. فايق عنده في كل فرقة علامة، وعلى كل خشبة مسرح بصمة. ولولا إننا ما وصلناش إلا نسبة ضئيلة جدا من مسرحيات زمان، كان زمان خريطة نجوم ونجمات مصر اتغيرت للأبد. الله يسامحها بقى السينما. المهم، لو أول مرة تشوفنا وعايز تعرف أكتر عن حكايات النجوم المنسيين وتعيش سحر الزمن الجميل، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. ويلا نكمل الفيديو ونعرف أكتر عن أبو ضحكة جنان. في يوم من الأيام كان الفنان حسن فايق بيشرب فنجان القهوة بتاعته، ولسه يدوب هياخد أول شفطة منه الفنجان بيقع من إيده، وفايق نفسه بيقع على الأرض. الناس بتجري عليه وبيروح المستشفى علشان يكتشفوا الصدمة. حسن فايق اتشل. دي كانت النهاية المأساوية لمسيرة حسن فايق في الفن عموما، رغم انه بعد التعب والمرض ده عاش حوالي 15 سنة، لكن عاشهم بعيدا عن الأضواء والشهرة والمسرح والجمهور. والأهم من ده كله ضحك الجمهور على ضحكته الشهيرة، واللي بتعتبر أشهر ضحكة في السينما المصرية. وخليك فاكر الضحكة دي هنقف عندها شوية. في يوم من أيام اسكندرية الجميلة، وتحديدا في 7 يناير 1898، بيتولد الفنان حسن فايق. والده كان شغال في الجمارك، اللي في مرة بيلاقي نفسه بيضرب رئيسه الإنجليزي في الشغل، وبعدها خاف على نفسه وعلى أسرته، فقام واخد بعضه ومسافر هو وأسرته على القاهرة، وتحديدا في منطقة حلوان، وفتح محل مانيفاتورة اللي هو محل قماش يعني. كان منطقي إن حسن فايق لما يكبر شوية يشتغل مع باباه، واللي بقى تاجر كبير في حلوان، يعني يروح معاه يخلص صفقة كده، يشتري حاجة كده، شوية تفاصيل. مشاوير حسن فايق مع والده كانت هي السبب إنه يحب الفن ويغرم بيه، وده بعد ما راح معاه مرة كازينو حلوان علشان والده كان بيقابل وجهاء القوم هناك. ووقتها شاف حسن فايق الشيخ سلام حجازي. ولو ما تعرفش مين الشيخ سلام حجازي، فده واحد من أعظم المجددين في الفن عموما، مطرب وملحن ومسرحي وعنده فرقة وحاجات كتير قوي. المهم، بيموت والد حسن فايق، وبيبقى الطريق فاضي قدامه إنه يدخل الفن اللي كان والده رفضه بشكل تام. لكن لما وصل لسن 16 سنة بيدخل فرقة مسرحية، وبيقدم أول عمل فني في حياته باسم فران البندقية. وقدام مين بقى؟ الست روزا اليوسف، يعني أول ما يشطح ينطح. من اللحظة دي بتبدأ رحلة حسن فايق في المسرح والسينما. لكن مهم جدا أقولك إن مواهب حسن فايق ما كانتش بتقف عند قدرته عن التمثيل أو تجسيد الشخصيات المختلفة في السينما أو المسرح، لكن كمان حسن فايق كان بيمتلك موهبة عظيمة في كتابة الزجل. الزجل ده كان بوابة حسن فايق إنه يعبر عن كل اللي جواه. ما كانش بيسيب أي مناسبة تقريبا إلا وكان بيكتب لها زجل بسيط، يعني زي ما تقول كده كان عامل زي البلوجرز بتوع اليومين دول اللي لازم يشاركوا في كل الترندات. لكن القصة مع حسن فايق كانت مختلفة، لأن الزجل اللي كان بيكتبه كان أغلبه وطني،
وده بيتوافق جدا مع الفترة الزمنية اللي عاش فيها، واللي كانت في أجواء سنة 1919 وثورتها العظيمة. مش بس كده، ده كمان كان ممكن تلاقيه بينزل مظاهرات وبيقودها بنفسه، وكمان يهتف مع الناس، لدرجة إنه كان بيخرج في المظاهرات دي بنفس لبس التمثيل والمسرحيات اللي كان بيقدمها. طب خد الكبيرة بقى، سعد باشا زغلول بنفسه كان بيحب حسن فايق، وكان شايف إنه بيقوم بعمل وطني من خلال المونولوجات اللي كان بيكتبها وبيحرض فيها الشعب ضد الاحتلال والاستبداد. وقال وقتها إن حسن فايق فنان عظيم. مش كده وبس، ده كمان قدم واحدة من أوائل الأعمال الفنية اللي بتتكلم عن الوحدة الوطنية، مسرحية اسمها أحمد وحنة، علشان يواجه بيها محاولات الفتنة الطائفية اللي كان بيحاول يقوم بيها الاحتلال. حسن فايق عدى على كل الفرق المسرحية اللي كانت موجودة في مصر وقتها، عزيز عيد وفرقة الريحاني، واللي كان أجره فيها تقريبا 15 جنيه، وبعدها اختلفوا فمشي، وعمل بعدها فرقة مسرحية مع حسين رياض، ومين كمان بقى؟ يوسف بيك وهبي، وانضم الفرقة تانية زي جورج أبيض ورمسيس وفاطمة رشدي. انت متخيل الأسماء عاملة ازاي؟ طيب فنان بالحجم ده اشتغل مع الأسماء والعمالقة دول، ايه اللي يخليه يحس بأي مرارة؟ ده المفروض يكون من أسعد الناس في مصر، لأنه بقى من علية القوم. المرارة يا سيدي كانت جاية من إن الناس ما كانتش بتحطه في مكانه السليم. حسن فايق كان دايما شايف نفسه موهوب وعنده إمكانيات كبيرة جدا، فليه تحصرني في الأدوار الصغيرة التافهة دي اللي ممكن أي حد يعملها؟ أنا مدرك تماما إن المواصفات الجسمانية والشكلية اللي كان بيتمتع بيها حسن فايق مش هي المعايير المناسبة لنجومية الثلاثينات ولا الأربعينيات، لكن ده ظلم في حد ذاته لمواهب كتير اتظلمت بسبب معايير غير فنية على الإطلاق. حسن فايق كان عاوز تحدي يطلع فيه كل مواهبه، كان عاوز يقول للدنيا أنا مش أراجوز، أنا ممكن أعمل أدوار عظيمة غير أدوار الشاب المتردد أو الراجل الساذج. إحنا بنتكلم عن فنان كان من أوائل الفنانين في تاريخ السينما اللي يشاركوا في أول فيلم سينمائي مصري ناطق، واللي كان اسمه أولاد الزواد، وكان بطولة يوسف وهبي، وكان إنتاج سنة 32. طبعا قبلها كان في أفلام عظيمة، لكن من زمن السينما الصامتة. مش بس عدم التقدير هو اللي كان بيخليه حاسس بالمرارة دي، لكن كمان خلافاته مع كبار النجوم واللي كانت الفرق بأساميهم، زي خلافاته مع نجيب الريحاني ومن بعده بديع خيري، وخلافه الشهير مع يوسف وهبي وخناقتهم على مين كتب مونولوج الكوكايين، وكمان الجفا اللي كان بينه وبين إسماعيل ياسين رغم الدويتو العظيم اللي قدموه في كتير من الأفلام. وعلشان كل ده كان لازم حسن فايق يحس بالمرارة والحزن والأسى طول مسيرته، مش بس في أولها. لو بصيت على قائمة الأعمال الفنية اللي قدمها حسن فايق للسينما هتلاقيه دايما عنصر مشترك في كتير من الأعمال دي، لكن للأسف مش هو بطل الفيلم. يمكن في أفلام دوره فيها بيكون كبير شوية، لكن في الآخر مش هو البطل. الناس مش بتدخل السينما علشان تشوفه هو، لأ، بتدخل السينما علشان تشوف نجوم تانيين. أفلام قليلة جدا قدم فيها حسن فايق دور البطولة، زي مثلا ليلة الدخلة مع إسماعيل ياسين وحسن ومرقص وكوهين، وكمان فيلم سكر هانم، واللي كان بيحبه جدا حسن فايق لأكتر من سبب. أولهم إنه كان شايف إنه الفيلم ده من بطولته هو، أو زي ما كان بيقول بطولة كل النجوم، والتاني لأن الكاركتر نفسه اللي في الفيلم بيشبه له جدا في الحقيقة. حسن فايق كان بيعشق التفاصيل الصغيرة، وكان دايما يحط التاتش بتاعه في الأدوار اللي بيقدمها، لكن أهم تفصيلة اهتم بيها وميزته عن كتير من الفنانين وقتها هي ضحكته. طب إيه قصة الضحكة دي؟ حسن فايق لما كان بيقدم مسرح كان في ناس كتير بتحب تروح تتفرج عليه، وفي عرض من العروض كان سامع واحد باشا كبير بيضحك ضحكة غريبة شوية وكمان مميزة، ضحكة كان الجمهور بيضحك أصلا لما يسمعها، مش بيضحكوا من الإفيه اللي اتقال. حسن فايق ركز كويس جدا مع الضحكة دي وفضل يحاول يقلدها لحد ما وصل للشكل اللي عليها، ومن هنا خد لقب أبو ضحكة جنان.
بعد إصابته بالشلل ما بيدخلش حسن فايق في عزلة كاملة، لكن كان أحياناً بيحب يروح المسرح مع حفيده، وساعات كان بيفضل إنه يقعد في البيت. يمكن اللي كان بيزود المرارة جواه إن ما كانش فيه فنانين كتير بيزوروه في البيت إلا مثلاً ماري منيب، واللي كانت بتربطه بيها علاقة قوية، والفنان أحمد مظهر اللي قدم معاه فيلم خطيب ماما. وصلنا لنهاية الفيديو، لكن المتعة لسه ما انتهتش. عندنا فيديوهات تانية لنجوم ونجمات متعونا وفرحونا ورسموا على وجوهنا الضحكة والابتسامة. هنعرف مع بعض حكايتهم وتفاصيل حياتهم. ما تنساش تشترك في القناة علشان تكون دايما جوه الحكاية.